أول ما الطفل يعيط هنسمع صوتين عكس بعض بيقولوا، الأولى بتقول اتركيه يبكي ما تشيليه، والتانية بتقلك لا ما بصير تسيبيه عم يبكي شيليه. هي عنا هيك بيقولوا. أما هون بمصر بيقولوا ما تسيبيه عيط هو فيها إيه، والتاني بيقولك لا ده انت لازم تشيليه ما يصحش تخليه يعيط كده. فالأم هون بالحالتين وبكل الكالتشرز بتكون تايهة ما بين هي لازم تسمع مين، تشيله ولا تسيبه يعيط. ومن هون أنا بقولك اتعاملي مع طفلك انت بشعورك بإحساسك، انت شو حابة انك انت تعملي بهاي اللحظة اعملي. لا تخلي كلام الناس فرق ما بين التربية القديمة والتربية الحديثة تخليكي عايشة بصراع. انت نفسك من جواتك لو استنيتي على الموقف انه هو يهدى انت رح تعرفي شو الصح وشو الغلط. طبعا ما بقول انه التربية القديمة كانت كلها غلط والتربية الجديدة هي اللي صح، ولا بقول انه العكس، لا انا بقول انه التربية القديمة كان إلها اشياء كتير مهمة انه نحن ننتبه لها ونحاول انه نحن اليوم نرجع نربي اولادنا عليها، لانه فيها كتير من القيم والاخلاق والتواضع وحسن التعامل وكيف نحترم اللي كبير. واليوم الطرق الحديثة فيها انك انت كيف تراعي الطفل ونفسيته واحساسه انه هو ينمو بطريقة صحيحة. فلو نحن عملنا ميرج صحيح ما بين الطريقة القديمة والطريقة الجديدة رح نوصل بانه نطلع جيل احسن بكتير. بس لما كل حد بده يجي يلغي طريقة ويعطي الطريقة الثانية على حسابها الادفانتج، هون رح نلوز الطريقة القديمة والطريقة الجديدة، وبهيك نحن عم نخسر جيل ممكن يكون بذكاء أحسن الأجيال اللي ممكن تطلع. ولو نحن تصرفنا معه بمشاعرنا وبأنه نحن ما بدنا تربيتنا القديمة وكلها غلط ونحن عنا مشاكل نفسية، برضو رح يأثر عليهم بطريقة سلبية. ولو تعاملنا معاهم بأنه اليوم بس تربية إيجابية وما نصرخ عليه وما نعاقبه وما نعمل أي شيء، برضو هذا رح يأثر على الطفل بنتيجة سلبية. فلذلك أنا بقول إنه الميكس البسيط أو الميرج ما بين العادات القديمة والعادات الجديدة بطرق متوازنة وطبيعية وصحية، صدقوني رح يطلع منه أحسن جيل وأحسن شغل، ونعيش نحن وولادنا بأمان في الأيام اللي جاي. وبالنهاية لكل طريقة إيجابياتها وعيوبها. استمتعي بكونك أم، وشوي شوي رح تتعلمي وتكتسبي الخبرة وتعرفي تعملي كل الأشياء بأحسن طريقة لإلها، ونحن معاكي خطوة بخطوة دائما.